خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان احنا عقبال كده ما نقبض جمعيه فرحك يا رب، قبضنا جمعيه البامبرز بتاعك، بقينا بندخل جمعيه علشان بس نجيب لك بامبرز. على قلبي زي العسل والله ما تزعلش، انا مش عايزك تبقى متضايق من كلامي، انا بشاركك المسؤوليات عشان تحس قد ايه بابا بيضحي علشانك وبيدخل جمعيات وكله في ايدك توتك. انا دلوقتي بقى هطلعك على الستوك عشان تبقى على علم بيه وتعرف انت هتستهلك قد ايه. خليك ثواني وهرجع لك. اوكي اتفضل يا اوشي، ده الستوك بتاعك. ده مش هبان ان الستوك فيها 76 قطعه تكفيك مثلا شهر. خلاص يا عم في ايه، لو جايب لك كباب وكفته مش هتطير عليها كده في ايه؟ طب يا اوشي خلاص يا حبيبي، هي بتاعتك والله يا حبيبي. ايه اللهفه اللي انت فيها دي؟ ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه، انت كده ما بقتش باين يا بابا. كده ايه واصل لك 3 احسب معايا في 3 في 76 بكام؟ يعني حوالي 200 وشويه تقريبا، يكفوك 3 شهور مثلا على بال بس ما نقبض الجمعيه اللي جايه. كده خلصت ضميري من ناحيتك 3 شهور يا قاسر. ما تجيبليش سيره التوته ولا نواتج التوته، انا تعبت من التوته. خلاص هي بتاعتك على ذمتك، يعني احنا هنستخدمها من وراك. طب اجيبها لك، خلاص هجيبها لك والله. خلاص ما تزعلش اهي يا اوشي يا ابني. انا اب زي اي اب، نفسي اشوفك وانت بتعدي مرحله البامبرز دي تبقى شيء من الماضي، مش هيبقى ذكريات نفتكرها، هيبقى ذكريات نتنصل منها. ندخل في الحاجات الاهم يا بابا. خلاص ما تزعلش. نفسي ادخل جمعيات لمراحل جديده، جمعيه الثانويه العامه. انت بتنزل مني ليه؟ ما تخليك فوق. افرح جدا لما ادخل لك جمعيه عشان مصاريف الجامعه. تقول لي يا بابا انا عايز اخطب فنعمل جمعيه الشبكه. انت ليه كلامي مش عاجبك يا حبيبي؟ نتفاهم والله العظيم ما قصدي ان انا اقل منك، انت قد الدنيا. مش عايزك تاخد الموضوع على محمل شخصي، كلنا مرينا بمرحله البامبرز دي، مش انت لوحدك. واضح ان انت موضوع البامبرز دوت مأزمك ومعصبك، فايه يعني هنحيه جانبا دلوقتي. خلاص هنتكلم في حاجه دلوقتي اهم، وهو الخبر الوحش. بص يا اوشي، انت النهارده عندك سنه وشهر. فكره ان انت عندك سنه وشهر ده مش بيفكرك بحاجه؟ لا انا اوشي احنا ما كملناش كلامنا يا بابا، احنا عايزين برضو ايه يعني نقدر الناس زي ما الناس بتقدرنا. احنا يا اوشي دلوقتي تمينا سنه وشهر، فده مش بيفكرك بحاجه؟ يعني تشيل مسؤوليتك بقى خلاص. يعني ماما تعبت، قصه الرضاعه مش شايف ان هي طولت سيكا؟ يعني خلاص بقى سنه وشهر ده كفايه قوي. خلاص خلاص قشطه براحتك. انت النقاش مش جايب معاك نتيجه. انا ببلغك بشكل رسمي ان انا وماما اخدنا القرار بالنيابه عنك ان انت يا اوشي خلاص هتتفطم. يا بابا ما هو كل الاطفال بيتفطموا. طب خلاص والله انا ما اقصدش، والله انا ما اقصد ان انا اضايقك، بس انت ده الوقت المناسب ان انت تتفطن فيه. يعني كفايه، وانا شايفك خلاص دلوقتي كبرت، ما بقاش لاقي عليك موضوع الرضاعه. في حاجات كتيره ممكن تتشرب غير الرضاعه، نسكافيه، ممكن نشرب شاي بلبن. انا متفاهم الصدمه اللي انت فيها، بس انا عايز افهمك. طب بص اقول لك على حاجه اخيره يا بابا. ده والله الطبيعي، احنا مش بنخترع. طب ده نعمل فيه ايه؟ دي مرحله لابد منها يا ياسر. على فكره انت اتدلعت كتير واتدلعت بالزياده. لا ما تتعصبش عليا وتتعفرط. طب خلاص والله ده مش اختياري والله. انا ما كنتش متخيل الموضوع واخد الحيز ده معاك يا اوشي. الموضوع ابسط من كده يا بابا، انت هتشرب حاجات تانية. طب خلاص يلا، خلاص يا سيدي والله قطعت قلبي. خلاص يلا نرجع. خلاص مش هنفطمك دلوقتي، خلاص هنأجل القرار شويه. يلا بينا، يلا